السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم غتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم مجددا في قناتي، ومرحبا بكاع البنات اللي ولاو يعني كيتفاعلوا مع فيديوهاتي. نقول لكم شكرا بزاف لله يخطيكم، والف الف الف مرحبا بكم. بالنسبه لي اول مره يشوف هذا الفيديو بالصدفه، ابونا في العشرين بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش هكا توصلوا بجديد القناه فضلا وليس امرا. المهم اليوم ما شاء الله نزولا عند طلب بعض المتتبعات بطبيعه الحال غادي ندير لكم وصفه لازاله السواد حول الفم. كما كنعرفوا ان بزاف نتاع الاشخاص كيعانيوا من داك السواد اللي كيكون هنا من هاد البلاصه هادي، ولا كيكون هنايا بارفوا لان الشمس ملي كتضرب في هاد البلاصه هادي تتكحل، وكاين اللي عنده سبحان الله من عند الله هاد البلاصه كتكحل. فانا غادي ندير لكم هاد الوصفه هادي وهي رائعه جدا، رائعه بمعنى الكلمه. كاينه هاد الوصفه، كاينه وصفه واحده اخرى غندير لكم هاد النهار هاد الوصفه، والمره الجايه ندير لكم الوصفه الاخرى حتى هي زوينه وافيكاس باش لما نفعتكم هذه تنفعكم الاخرى، وانا متاكده حتى هذه غتنفعكم لان مكوناتها ما يمكنش ما ديرش شي مفعول، ولا ما يمكنش ما ديرش شي تاثير. بقاو معايا باش ما نطولش عليكم، ويلا نتعرفوا على طريقه عمل الوصفه. نتعرفوا على مكونات الوصفه ديالنا. اول حاجه غادي نعملوا التقشير. بالنسبه للتقشير انا عندي هنايا قهوه بن يعني الحقيقي ماشي سريع الذوبان، قهوه وسكر وزيت زيتون. اذا غادي نبداو نديروا التقشير ديالنا، حيت خصنا ضروري نقشروا المنطقه باش هكا الوصفه ديالنا فهمتوني زعما دير المفعول ديالها. اذا اول شيء نبداو نقشروه هكا بحركات دائريه. دابا هاد البلاصه كلها ولات حمراء لان درنا السكر خشن والقهوه بديك الشيء، فقشرت مزيان المنطقه. مزيانه هاد ليطاب هذه ضروريه لان باش تعطينا الوصفه مفعول ضروري خصنا نديرو تقشير. وهاد الوصفه هذه ماشي غير كتبيض المنطقه، وانما كتحيد حتى التجاعيد اللي تيكونوا حول الفم. اللي عندهم تجاعيد حول الفم هذه الوصفه زوينه. يلا نشوف دابا المكونات. فاول حاجه كنستعملوا هي الدقيق الابيض نتاع الحلويات. كناخذوا ملعقه ديال الحلويات، نستعملوا ملعقه شوفان مطحونه. الشوفان هو هذا اللي ما كيعرفوش، هذا هو الشوفان. نستعملوا كذلك ملعقه ارز مطحون، ارز ابيض، الرز الابيض ماشي كلاستي، الرز الابيض. ملعقه ارز مطحونه نخلطوا ونضيفوا عليهم ربع ملعقه من الودعه العزبه اكيد. هانتوما ربع ملعقه ولا راس ملعقه مطحونه من الودعه العزبه، راها كتباع مسحوقه عند العطار. وباش نخلطوا هاد المكونات سنحتاج حليب سائل. هاد المكونات كلها مع بعضها كتحيد السواد، كتوحد اللون، كتحيد البقع اللي كتكون هكا ديال اثار الحب الى ما جاوره، وكتحيد لنا التجاعيد حول الفم، يعني كتبيض بمعنى الكلمه. انا درت هنا كميه كبيره كنظن. هانتوما كنحصلوا على هاد القوام هذا ونبداو نديروا الماسك ديالنا. وجدت
الودعه ضروريه في هذه الوصفه، لان الودعه راكم عارفين كتحيد حتى الكلف القديم. بما انها كتحيد الكلف القديم فهي اكيد غادي تحيد لنا السواد حول الفم. شوفوا باقي فمي احمر. تقدروا ديروا حتى ماسك هذا اللي فيها الكحوليه في وجهها مثلا، ولا تقدروا ديروا حتى ماسك. المهم انا البنت اللي طلبت مني هذا الماسك هاني درتو لها ديال السواد حول الفم، لان فريمون انا واحد الوقيته شحال هذه ملي كنت كنقرا في الليسي كان عندي من الصيف للصيف كان كيجيني داك السواد حول الفم من هنايا، ما عرفتش علاش، ولكن دابا الحمد لله مابقاش يجي. المهم فوالا البنات، دابا غادي نخليه 20 دقيقه، وني نبغي نحيدو على شكل حتى هو على شكل كوماج، وديك الساعه نتلاقاو باش نشوفوا النتيجه. باي. جيت بحال شي كيقولوا داك كيكون في راس العام بابا نويل. هنايا بقى لي واحد شويه ودرتو ليدي غير اليد وحده باش ما يضيعش. الوغ البنات صافي نشف هذا الشيء. دابا غادي نغسلهم بعد ما دازت 20 دقيقه، غادي نمشي نغسل هذا الشيء بالماء وهاني راجعه. جيت تشوفوا معايا دابا غادي ندير لها واحد الترطيب هكا منطقه نرطبوها باش ما تنشفش، لان ديك النشيف ديال هاد المنطقه هذه كيخليها دير تجاعيد وتكحال. الوغ البنات شوفوا معايا الله يعطيكم الستر، هاد اليد كنت درت لها درت شاط لي من هنا ودرت لها ياك. وشوفوا معايا هاد اليد هادي، شوفوا معايا اليد اللي ما درت لهاش، شوفوا غيبان لكم الفرق. ها انتم معايا راه ما درت لها حتى شي حاجه، يلا غسلتها. ها انتم شوفوا واش كاين شي فرق. هاد اليد اللي درت لها الماسك شوفوا كي بيضه، وهذه عادي. المهم هاد الماسك هذا يصلح حتى لديك الكحوليه اللي كتكون عندكم هنا تحت الصبعان، هاد البلاصه هذه هنايا، وكذلك هنايا حتى هادوك اللي عندهم الكحوليه هنا في هاد المناطق هادو ديال هنا حتى هما ديروا لهم الا كان عندكم الكحوليه. صافي هذا هو الماسك ديالنا، نتمنى يعجبكم. راه غير محيت درت له كوماج ملي بغيت نحيد الماسك، درت له هكا كوماج، داكشي علاش حمرت هاد البلاصه، درت له بحال هكا كوماج. نتمنى يعجبكم هذا الماسك وديروه بطبيعه الحال نهار نهار لا نهار لا. الناس اللي عندها السواد خصكم تداوموا عليه، ماشي خصكم ضروري تداوموا عليه حتى تحيد لكم الكحوليه، لان الماسك راه روعه بمعنى الكلمه. انتم تشوفوا النتيجه من اول استعمال غير في يدي هيبان لكم، غير في يدي غيبان لكم البنات. ها انتم هاد اليد هادي بيضه على هادي. فوالا نتمنى يكون عجبكم الفيديو، خليوا لي اللايك كومونتير زوين بحالكم، وما تنسوش تدعموا قناتي بالبارطاج مع اصحابكم احبابكم صحاباتكم وجاراتكم. شكرا لكم على كل شيء كتقدموا لي، سواء مشاهده لايك او كومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر مع وصفه اخرى. ان غرو بيزو بور فو، يلا بسلامه. البنات اللي وصلت لهنا كنبغي نقول لها شكرا بزاف ليك حبيبه، الله يخطيك، شكرا على الدعم هذا، لان الا وصلتي لهنا اكيد فراكي دعمتيني وبشكل كبير بزاف. الله يخطيك، هذا جميل الله يخطيك عليه. الوغ بغيت نقول لكم فقط في هذا الاخير ديال الفيديو ان شاء الله يعني القناه يعني في المستقبل القادم يعني راه ما غاديش يكون فيها غير وصفات بطبيعه الحال، راه كاين واحد شويه ديال التغيير غنبقى نديرو مره، ولكن بطبيعه الحال نزولا عند طلبكم. نتوما منين تبغيو شي فيديو مغاير، منين تملوا من الوصفات وتبغيو شي فيديو مغاير، طلبوها مني في التعاليق، قولوا لي يا كوثر ولا كاتي راكي ممكن ديري لنا شي فيديو على مثلا المشتريات. بحال وحده قالت لي عافاك شاركي معنا المشتريات اللي كتاخدي، ولا وحده قالت لي عافاك شاركي معنا ليكرون ديال الشمس اللي كتستعملي. انا هادشي كامل ما كنبغيش نديرو، ولكن مثلا ها هو تطلب مني، اذا فانا غادي نديرو باش هكا المتتبعات يبقاو على خاطرهم. اذا
ان شاء الله. ان فوا تبغيو شي فيديو معين ديال المشتريات ولا ديال توب ولا فلوب مثلا في المنتجات اللي كنستعمل ولا في اي حاجه ولا روتين ولا هكا طبخه ولا شي حاجه، قولوها لي فقط في التعليق وانا غادي نلبيها ان شاء الله بحول الله. هذا هو الشيء اللي بغيت نقول لكم، وشكرا لكم، بوسه كبيره.